حقيقة التوحيد. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لها مدلول ومعنى، وليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل إنها تقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لأحد غير الله سبحانه، وأن قائلها لا يدخل الجنة إلا إذا عمل بمقتضاها وجانب ما يبطلها. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان، فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة، لا يدعو معه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك، بل يعبده وحده سبحانه، ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول حق إلى الثقلين، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات، فإنه من أهل الجنة. أما إن كان عنده معاصي، يعني أتى شيء من المعاصي، فهو تحت مشيئة الله، كالزنا أو شرب الخمر أو العقول والديه أو قطيعات الرحم، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أدخله النار حتى يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج من النار إلى الجنة، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليه أيضا مع هاتين الشهادتين أن يؤدي الفرائض، عليه يصوم، عليه يصلي الصلوات الخمس، عليه يؤدي الزكاة، عليه يصوم رمضان، عليه يحج البيت، عليه أن يؤدي كل ما فرض الله عليه، فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه. فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولو أتى بالشهادتين، فإن المنافقين يقولون الشهادتين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون الرسول ويكذبون الله فيما قال، فصاروا كفارا في الدرك الأسفل من النار. وهكذا لو قال هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم سب الدين أو سب الله أو سب الرسول، كفر وخرج عن الإسلام نعوذ بالله. هكذا لو ترك الصلاة عمدا ولم يصلي، كفر عند جمع من أهل العلم، وهو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة وهو يعلم أنها واجبة، يعلم أن الصيام واجب ولكن تساهل، هذا قد أتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا، وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامة، إلا أن يعفو الله عنه، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالخمر أو العقوق أو قطيعات الرحم أو الربا، هذه معاصي إذا كان ما يستحلها، لكن يعلم أنها معاصي ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه وجلساء السوء، هذا يكون قد أتى ذنبا عظيما، ويكون إيمانه بهذا ناقصا وضعيفا، ويكون تحت مشيئة الله عند أهل السنة، لا يكفر بذلك خلافا للخوارج، بل يكون تحت مشيئة الله ويكون ضعيف الإيمان، فإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذب في النار على قدر الجرائم التي مات عليها، وبعد التطهير والتمحيص في النار يخرجه الله منها إلى الجنة. ولا يخلد في النار إلا الكفرة، لا يخلد في النار إلا الكفار، يعني الخلود الأبدي. أما الخلود المؤقت فإن الخلود خلودان: خلود مؤقت هذا قد يقع على المعاصي، كما توعد الله بهذا القاتل والزاني وقاتل نفسه، فهو خلود مؤقت له نهاية. أما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهاية، كما في قوله سبحانه لما ذكر المشركين: قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله العافية. مفهوم خاطئ. يفسر بعض الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله، وهذا ليس معنى لا إله إلا الله، بل هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولبيان هذا الأمر يتحدث الشيخ صالح الفوزان قائلا: توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور في السماء والأرض وفي الكون كله من أوله إلى آخره،
فلا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يقدر مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله، بل هو الذي انفرد بذلك كله. وهذا النوع يقر به جميع الأمم، مؤمنهم وكافرهم، فالكفار يقرون بتوحيد الربوبية كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ومثل قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن فالكفار كانوا معترفين بتوحيد الربوبية تماما، والله تعالى يتحداهم في كثير من الآيات بأن يبينوا هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وبهذا يعلم المسلم أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فالعبادة حق خالص لله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. واعرف معنى قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الواجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، فهو المستحق أن يعبد، هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح والصلاة وغير ذلك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: ذلكم الله ربنا وملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. جميع ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطير، اللفافة التي على النواة، ما يملكون من قطير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب الحذر من دعاء غير الله من الشرك بالله، والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك. إياك نعبد وإياك نستعين.